Hello, Miss. How are you? I miss you so much. أه قبل ما أبلش أقول شو الفيديو تبع اليوم. هذا تاني فيديو بعمله عن نفس التوبيك، بس عملت أول فيديو من شي 3 أيام. أوكي، بس حسيته كتير طلع طويل وفيه لت وعجن كتير، فقررت أعمل ارجع ريميك وقلل الحكي شوي. اوكي، اول شي حبلش ب تو announcements بدي اقولن، اللي هو انه مثل ما قلت لكم هديك المره انه بدي اغير اسم التشانل، بما انه انا بطلت انونيمous وبطلت بيورلي اي اس ام ار. حيضل في اي اس ام ار بس مثلا انه مره ايه مره لا، عرفتوا شو. سو قررت سميها، وانا بتعرف لما خبرتكم واللي حضر اول فيديو لإلي انه عبالي سمي التشانل تاعيتي وسمي الفانز، بعد ما في كتير فانز بس انه ستيل لو قد ما كنتوا لو كنتوا شخصين حتى. I love you and I'm grateful. اوكي، بما انه انا اسمي همسة، برجع بعيد الخبرية على السريع. وهمسة بالانجلش معناتها whisper. قررت سمي الفانز شي له علاقة بwhisper، اللي هو whispies، انه it's cute and lovely، عرفتوا شو. التشانل كنت ضايعة سميها بشغلتين. كان بدي اسميها مثلا يا اما whisper diary، اوكي، انه يوميات همسة انا او سميها شي علاقة بالويسبيز. بس قررت سميها ويسبيز، شيء له علاقة بالويسبيز، يعني اللي هو ويسبيز مانشكن. سنس انه انا التيم اللي بدي اعمله بالشانل تاعيتي انه بدي اياه يعكس شخصيتي، واللي هي انه انا يوجوالي بحب قصص الكيوت والبينك وكذا، انه حتى لو عمري 23 بس بعده my favorite color is pink. وبحب الكيوت تيم والباستيل كولرز وهيك، عرفتوا شو. انه بحس ماي فانز ماي ويسبيز بحسوا الناس كتير كيوت وكتير لافلي، كتير صغار ومهضومين. سو that's why سميتها ويسبيز مانشكن. اوكي. يعني لحد هلا ده 90% هذا اللي حيكون اسم التشانل، و I'm working on the logo، عم بشتغل على الديزاين وهالخبريات، بس عم تاخد شوي وقت لانه انا عم اعمل الكونتنت انا بايدي، وانا اللي عم صور، وانا بساوي editing وعم ساوي الديزاينز وشوف الافكار شو بدي طلع شو بدي زيد وشو بدي نقص. that's why عم طول شوي. بدكم تنطروا علي شوي قبل ما اتعود اكتر بعد على الفكرة. تاني announcement اللي هي ايه انه اذا بدكم مثلا في عندكم اسم تاني، اذا بدكم تحطوا لي recommendation، ما يمكن مثلا نغير لك اسم احلى، بس لحديت هلا ويسبيز بانش كان اكتر شي حبيبته. تاني شي اللي هو انه انا حصير نزل once per week. ليه ما بدي اكتر؟ لانه انا في جامعة وفي انه في ضغط كتير بالجامعة، أنا الجامعة بجامعة حكومية. كتير بيضغطوا، عرفتوا شو. المهم فإنه حتى ما بدي أرجع وأقول إنه بدي نزل twice و thrice per week، نزل كذا مرة وش بعرفني، واخر شي ما نزل ابدا. يعني لما اضغط حالي زيادة بصير ما بعمل هالشي من الاساس، مش انه بعمله بطريقة مديرة، لا بهرب من الموضوع. فحتى ما يصير هيك، حتى ما اكون انه كل مرة عم بحكي شي وما عم نفذه، حبلش اوكي، قطعت الفيديو لانه انا عم بحكي ومتحمسة. فات الكلينر، اضطريت اوقف. المهم كنت عم بقولكم انه حصير نزل مرة بالاسبوع، حتى انه I can't stick to it، عرفتوا شو. انه خلص انه مرة بالاسبوع ساعتها ما بحسها هم كبير على قلبي، وخصوصا انه بعدني هلا بالإديتنج وهيك عم اخد وقت لانه بعدنا عم اتعلم. اوكي. تحملونا هالفترة مثل ما قلت لكم، وان شاء الله بعد بالصيفية ببطل في جامعة وهيك اكيد بيصير في كونتنت اكتر ومهضوم اكتر وهيك يعني. اوكي، هلا لنرجع على المين ايديا او المين بوينت تبعت هالفيديو، اللي هي انه آه بدي احكي بشي كتير مهم، وشي كتير عم بيصير معي ومع اللي حوالي كمان. فقلت بوعيكم وبنبهكم على هالشي وبعطيكم فيو تيبس على الموضوع لحتى تكونوا aware of it، تكونوا واعيين على الموضوع، اللي هو انه كيف تحموا حالكم، مش من مثلا قصص الاكسترنال او الفيزيكال ابيوز او شيء، لا، كيف تحموا حالكم من من العين. اوكي، لا مش بس بيورلي عين، بس نعرف اول شيء في التحصين في آية الكرسي بنقراها، بس في شغلة كتير مهمة واللي هي لا كتير عم بتصير، اللي هي انه
بنكون فاتحين نحنا كل الكاردز تاعولنا قدام الكل. يعني مين ما بيجي بيتعرف علينا، مين ما بيجي بيحكي معنا، حتى لو ما كان قريب لإلنا، عارف كل شي بدنا نساويه. عارف اوكي، عارف كل خططنا، عارف شو عم نفكر، شو بدنا نساوي او شو عم نساوي، او هل نحن مبسوطين او هل نحن زعلانين. هذا الشيء ما مطلوب ينعرف. اوكي، يعني مثلا ماكسيموم بدكم تخبروا حدا انتوا وثقانين فيه انه هذا بيريد لكم الخير، اللي هو مثلا امكم، ابوكم، اختكم، يعني اهل البيت بس. اوكي، غير هيك ما تحكوا، فعلا ما تحكوا. لو تشوفوا كمية الناس اللي انا بسمعها بداينتي بتحكي علي وبتحكي على ناس غيري كمان بقصص تافهة، بقصص كتير كتير انه انتوا عم بيكون عندكم اياها منا شي مهم، هن بيصيروا بيعملوها قصة وبيصيروا بيزيدوا عليها. مثلا اكزامبل، حاعطيكم اكزامبل شو صار هديك المرة، وشي كتير قهرني وكتير اشمئزيت منهم. يعني اللي هو انه جارتنا، اوكي، احوالها عادية، مش انه معترة كتير ولا انه اف احوالها باللوج، يعني عقدها. سمدت مصاري هالمخلوقة وجابت وجابت سجادة. اوكي، سو والسجادة جابتها مش انه غالية كتير، يعني بشي $300، مش انه مثلا في سجادات بتعرفوا ب1000 و2000 بتنجاب. صمدت وجابت حقها وجابت هاد السجادة ومبسوطة فيها وهيك. عم بشوفوها بين اخواتها وبين الجيران وهيك، يعني فهي انه من باب المحبة او لانها مبسوطة بحالها. اوكي، anyway، لانها مبسوطة بحالها انه صارت تحكي انه جبتها بهالقد وكذا والخبريات. بتعرفوا انه ما ضل حدا ما حكي بالسيرة، من اخواتها للجيران لك كله. كيف ما تشوف حدا او روح عند حدا او شي عم يحكوا بهالموضوع. شفتوا شو قوية، مخبية مصاري، معها مصاري قد الدنيا وشارية سجادة ب $300. طب انه اوكي، وان شاء الله ب $1000 اذا مصرياتها هي عبالها هالسجادات جيبها، شو فارقة معكم؟ شو انت اللي عم تحكي واللي عم بتلتلتي واللي عم تتفلسفي كتير؟ شو فارقة معك؟ صمدي وجيبي، ما حدا مانعك، ما معك خلص، الحمد لله ماشي الحال. ليه بدك تحكي على غيرك وليه بدك تقري على غيرك؟ عرفتوا شو؟ مش بس هيك، يعني مش بس هيدي، في كتير حالات هيك، وحتى امرار بصير هالخبريات مع الناس اللي كتير قربة لإلكن. يعني مثلا يمكن مع رفيقتكم الانتيم، مع يمكن اولاد عمكم، اكيد بتصير بين اولاد العم اغلبهم، يعني كم ما بدنا نكذب على حالنا. مع اولاد خالاتكم كتير صار اصلا 90 اذا مش 99% من الناس هالايام عندهم اياها لهالشغله، انه بيستكتروا النعمه على غيرهم، بيستكتروها، بصير بدهم يقروا عليهم ويصيروا يبحلقوا فيهم وينشروا اخبارهم. مستكترين عليهم لان ما بدهم اياها لإلهم، ما بدهم النعمه لغيرهم، بدهم النعمه تجي لعندهم بس. طب ما خلص كل واحد رزقه مقسم. انه فهمتوا شو الفكره؟ انا بعرف انتوا فاهمين علي، بس الواحد بيرجع بعيد مش بس بعيد، الواحد بيرجع بذكر بالاحرى، لحتى الواحد مرات بينسى عن باله. انا امرار بتصير مع بنسى، بصير بحكي من طيبة قلبي، بحكي مثلا انه شو عبالي ساوي او شو بدي ساوي. انا بكون مثلا فكرة خطرت ببالي وراحت، اوكي، قلت انه مثلا يا الله عبالي مثلا سافر، وخلص ونسيت الموضوع انه السفر، انا مش مسافرة ولا شيء، نسيت الموضوع. بكون هن بدهم عم بيحكوا الموضوع وبدها تسافر وبدها تعمل، انه خلص عملوني وانا سافرت ورحت ودفعت لي يمكن شي $1,000,000 بعد سفرتي ورجعت وبدي ارجع سافر. يعني عملوا سيناريو فيلم ما بيفهم، وانا بعدني محلي. يعني عرفتوا شو؟ هالشي منه شي انه بصير رارمون، انه بصير هذا الشي دايما بصير. اوكي، صرت قايله 100 مره بصير، بس انه عم بحاول قد ما في يكون حكي كله بالعربي. سو قليل كتير اصلا لتلاقوا حدا فعلا من قلبهم بيريدوا لكم الخير، ومن قلبهم بحبوكم، ومن قلبهم بينبسطوا لما يشوفوكم مبسوطين، او عم بتخططوا لشيء يحسنكم او لشيء انتوا تنبسطوا فيه. يعني عرفتوا شو الفكرة؟ بس خلص في ناس معقدة، في ناس مريضة، ما بعرف كيف اوصفهم لهول. والله انا لفترة عم بفتش على هيك مصطلح اوصفهم فيه، بس ما عم لاقي، انا بعدني ما عم لاقي. يعني بدي شي 10 مصطلحات لأوصف قد ايه أنا بكرهن للناس اللي هيك، لأنه فعلا أنا دمرت حياتي، دمر قسم كتير من حياتي بسبب هالناس.
اوكي، قطعت الفيديو لانه عطاني تايمر انه معي بس 10 minutes اعمل الفيديو. مهم، كنا عم بحكي انه انا فعلا دمر بارت كبير من حياتي، يعني شي 4 سنين بسبب هالموضوع. اللي هو إن كان في كتير انظار علي من وقت ما تخرجت من المدرسة. يعني كان دايما كيف ما اروح عند اي حدا يسألوني انه شو عم تساوي وشو عم تعملي، وانت اكيد تنقبلي باللي بدك اياه، وانت اكيد بتعملي اللي بدك اياه. ففعلا انتوا بتلاحظوا اللي بيحكي بهالطريقة ببين اللي عم يحكي من محبة، انه ليورجيكم السبورت وليدعمكم، واللي عم يحكي لحتى من غيظه من كيدهم. عرفتوا شو ببين؟ واضحة بتبين اصلا مثلا وحدة ما بتضايق انا وياها، بتيجي تحكينا هيك، ما انا عارفتك انه انت ما بتطيقيني، مثلا بتطلعي اشاعات عني، او ما بعرف ليه عم يفتحوا الباب، ما عم افهم من ورا ده يعني. anyway فانه بتبين معكم، يعني منا كيمياء الخبرية، بس it is كيمياء at some point يعني. أمرار في ناس بيجوا كتير خبص ما ببين معكم، بس انه to be aware مطلوب دايما تكونوا انتو واعيين على هالشي، تكونوا منتبهين لهالموضوع، انه ما ضروري تعرفوا ما ضروري نعرف كل شي. حتى على فكرة، حتى اذا انتم متأكدين انه من هالانسانة او هالانسان انه بحبكم كتير وبريدوا لكم الخير وكذا، خلص ما تحكوا. ليه الحكي؟ ليه الحكي؟ امرار الحكي بالشغل كتير بتنخرب، وحياة الله بتنخرب. مثلا انا مثلا مثل ما قلت لكم كنت دايما هيك يحكوا انه اللي بدك اياه ما بنخاف عليك، كله بتنقبلي فيه، انت بتقدر، وانت 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 وانت. وصلت لمرحلة ضليت 4 سنين بالبيت ما عم اعمل ولا اختصاص، ولا اختصاص. الاختصاص اللي كان فعلا بدي اياه من كل قلبي واشتغلت له من قلبي ما انقبلت فيه. فهذا الشيء اللي خلاني اعمل كآبة كتير كبيرة لمدة شي سنتين، وبعدني لهلا على فكرة ما تخطيت، بس انه عم اتناسى الموضوع. بس اثر علي شي كتير كبير. ان هذا الموضوع روح لي 4 سنين من حياتي، واصلا بهال4 سنين كنت اي محل اقدم عليه، اي جامعة، اي اختصاص، انرفض. وانا كنت دايما معروفة انه انا اللي انه ما شاء الله علي، كنت انا انه بحاول دايما انه ادرس وكذا، عرفتوا شو، اوصل اللي بدي اياه. من وقت ما صار الكل من وقت ما تخرجت والكل يقولوا لي بتنقبلي باللي انت بدك اياه، بتقدر على كل شيء، وشو بعرفنا وبنخاف عليك، وانت وانت وانت. ما ضل الاختصاص ما تسكر بوجهي، ما ضل الجامعة ما تسكرت بوجهي فعلا. انا ضليت 4 سنين بلا جامعة، بلا اختصاص، بلا شيء. كل ما اقدم، وهال4 سنين مش انه انا قاعدة بالبيت وناطرة، لا لا، 4 سنين عم اقدم واشتغل وبقدم على كذا محل. تسكر بوجهي، تسكر بوجهي على ابيخ الاسباب، وحتى مرات باسباب مش معروفة شو هي. يعني يكون اللي جايبين اقل مني عم بينقبلوا بهالدومين، وانا اللي جايبه اعلى بكتير ما يقبلوني. عرفتوا شو؟ ف يعني يعني انا اكلتها ولسعت منها بشكل كتير موجع، بشكل كتير يعني بيحرق القلب صراحة. لحتى ما تعلمت، لحديت ما تعلمت انه خلص مطلوب سكر تمي، وما احكي كل خبرياتي للكل. ليه بدهم يعرفوا؟ ليش وحدة رفيقتك مدري بنت خالتك ما بيهمني، اذا حدا غير امك ليه بدهم يعرفوا؟ ديل. يعني حتى مرار الاخوة مرار بصير بيناتهم في هيك شي، بس اكسبسيون عم نحكي هلا كأم وكذا. ليش غير اهل البيت بدهم يعرفوا انت شو عم تساوي وشو عم تخططي ولوين رايحة؟ لكن ان شاء الله رايحة تشتري قنية عصير، ليه بدهم يعرفوا؟ ليه جارتك بدها تعرف انه انت رايحة تشتري كباية عصير؟ ما يعرفوا، ما لهم علاقة، ما دخلهم. لهن بدهم ياخدوا اخباركم. اغلب 99% من الناس هيك بدهم يعملوا، بدهم ياخدوا الاخبار ويروحوا يقرقروا مثل نسوان الفرن. يعني نو اوفنس نسوان الفرن، بس عم بحكي كستيل، انه بصيروا بدهم يقعدوا لا شغله ولا عمله ويحكوا ويقرقروا ويطولوا لسانهم على الناس. ما يعرفوا. انتوا ما تستحوا منهم. يعني اجيت عم تسالك شو عم تعملي، لوين رايحه، شو عم كل الحكي اللي بيحكوه، بس بدهم يعملوا اف بي اي. يعني الاف يعني اذا هول الناس بتشغلون ليلاقوا شي مجرم بيلاقوا لكم اياه. قد ما بيحكوا بدقسوا وبيسالوا. عرفتوا شو؟ ايه. بكون معها ليستا هي بمخها حافظته، بدها تسال وتحكي. بعد مرة حيفتحوا الباب حقوم اضربهم. anyway بدهم يسألوا يعرفوا شو عم تعملي، وقد ايه اكلتي، وشو اكلتي، ادق التفاصيل. يعني سوري، حيسألوا كم مرة فتي على التواليت بهالنهار، ليحسدوك كم مرة
عملت براز. ما ححكي اكبر من هيك، بس انه لهالدرجة في ناس مريضة ما طبيعية، ما طبيعية، ناس خالصة، ناس ما بعرف شو اوصفهم. فاذا هي مش محترمة حالها وعم تسأل وتتدخل وتحشر حالها بكل شغلة، انت ما تحترميها. ليه بدك تستحي منها؟ ليه بدك تعملي لها حساب؟ لا ابخعيها، قولي لها ما دخلك. انت هي ما عم تنصحك ولا عم تفيدك بشي، هي بس عم تتدخل فيك لتاخد اخبارك. انا عم بحكي بصفة المؤنث لانه بالعادة اكتر شي هالخبريات بتصير بين البنات، يعني نو اوفنس هلا يجون الفيمينيستس وكذا وهيك، عم بحكي انا شي واقع. بس كمان اذا الرجال كمان ينتبهوا من هالموضوع. قليلة ما دخلك، انت ما عم تفيديني ولا عم تنصحيني ولا عم تعملي شي انه يفيد. انت بس عم تاخدي اخباري لتأذيني، لتروح تقري علي، لتروح تصير تحكي بسيرتي قدام كل لسان. حتى لو شيء انت مبسوطة فيه، حتى لو انت عملت انجاز، لو نجحت طلعت الاولى، حتى لو نجحت على الحفة، بيحسوا على الموضوع. قليلة ما دخلك. او مثلا ما بدي يكون هالقد دجة في انا معك انه تكوني دجة، يعني عرفتوا شو؟ لهن بدهم هيك يوجوالي ليخرسوا، لينسوكم، عرفتوا شو؟ يسكروا تمهم عندكم يعني. ما بدكم تكونوا هالقد دجين، قولوا لها انه ما بحب احكي بالموضوع، ما بدي احكي بالموضوع. ما تكذبوا ولا تتهربوا. ليه بدكم تكذبوا؟ ليه بدكم تحطوا على حالكم انه انتم كذبتوا كرمال وحده؟ ما تكذبوا، قولوا لها من الاخر انا ما بدي احكي بالموضوع. شو اكلتي؟ ما بحب اقول. هيك لهالدرجة. إذا يعني أنتوا فكروا فيها من أي ناحية، إذا هي مش محترمة حالها، إذا هي عم بتوطي حالها لهالمستوى، أنا ليه بدي أحترمها؟ أنا ليه بدي أخاف على مشاعرها وهي بدها تأذيني؟ سوري، يعني إذا في أنتوا قاعدين بأوضة وفاتت حية عليكم، أوكي، فاتت الكوبرا عليكم، أوكي، حتستحوا وتحمسوا لها انه تصيروا هيك انه شوي شوي لتظهروها، ولا حتروحوا تدشروها اذا معكم سكينه بتفقعوها سكينه؟ ما حتخافوا على مشاعرها ولا حتستحوا منها ولا شيء. انتوا اعتبرون حيايا هول الناس حيايا، بيقرفوا تفي عليهم عن جد. في انا صارت معي من فتره، مش من فتره، هلا من اسبوع. انا لما رجعت على اليوتيوب شانل ما خبرت حدا من رفقاتي لانه ما بدي اياهم يعرفوا. لما خبرتهم من 4 سنين، انه اغلبهم مش كلهم بس انه اغلبهم يعني كانوا هيك ردة فعلهم كانت. من 4 سنين عملت الشانل انا و شو كان عم بقول نسيت. ايه عملت الشانل وخبرتهم. شي اللي يتمسخر علي، وشي اللي بده يعمل حاله فهمان، وشي اللي بده يتفلسف، او شي اللي بده يصير انه ايه حيجيك انت متابعين وشو بعرفني انه ما حدا طلب رايك. وشي هذا اكبر قسم بيناتهم لانه صاروا يقولوا انه اوف بكره حيجيك سبسكرايبرز، بكره حتقشي مصاري، بكره حتصيري تقبضي. يعني عملوني انه انا عم بقبض $1,000,000 من اليوتيوب وانا بعدني ما عملتها للشانل. عرفتوا شو؟ ف انا بحس انه بسببهم نفرت من اليوتيوب ووقفت كل شيء. هلا من بعد ما رجعت على اليوتيوب وهيك قررت ما بدي اخبر حدا، ما بدي خلص يعني. حتى لو انا بعمل الكونتنت اللي بدي اياه وماني مستحيه فيه يعني، بس ما بدي اخبرهم لهالسبب حتى ما يرجعوا يقروا عم بتساوي وعم تسجل وعم تعمل وكيف عم تلحق وعم تلحق. انه ما شاء الله، انه يا لطيف انه هالقد لاحقين على وقتي كمان. انا خلص انا مقسمه وقتي يعني. مهم، فنزلت ستوري على الانستا. انا في عندي انستا، بظن بتعرفوا بهالموضوع، على الانستا للتشانل يعني، عملتها خصوصي للبيج. فنزلت ستوري انه انا انه اي كيم باك ورجعت لكم وهيك. فانا كل رفقاتي ما عندي اياهم على الانستا، كلهم شايلتهم. بلاقي اكاونت غريب شاف الستوري تاعيتي، بفوت على هالاكاونت بيطلع هذا الاكاونت حدا من رفقاتي عامله فيك اكاونت، يعني اكاونت مش باسمه بس لإله، اوكي. وعم بيراقبني منه، يعني لك لدرجة مهووسين انه صار في شير للستوري وشير للفيديو تبعي. انا مأكدة مش انه صار في شي 5 6 شير على الموضوع، وانا انه بعد ما عندي هالفانز هالقد لحتى انه يصير في شيرينج للفيديو. مبينة واضحة انه هول هن اللي راقبوا لي الستوري تاعيتي من رفقاتي، اللي على اساس رفقاتي هن اللي راحوا شافوا الفيديوز تاعولي وعم بيعملوا شير، واكيد عم بيلقلقوا من ورا ظهري. فاذا عم تشوفوا انتو هالفيديو بتمنى انه تاكلوا هوا، اوكي، وتهتموا بحياتكم شوي، تتركوني بحالي ان قرفتوني and leave me alone. اوكي اوكي سو ما راح اطول عليكم كتير. انا حكيت كل البوينتس اللي بدي اياها.
حاسة كأنه التليفون علق، ما بعرف. anyway حكيت بالبوينتس اللي بدي اياها، ووصلت الفكرة اللي بدي اياها. بليز stay safe، ومتى ما قلت لكم تفكروا بالموضوع، فكروا باللي قلتوا على المزبوط. يعني مش انه حكينا ويلا ننسى الموضوع، لا فعلا انتبهوا على حالكم، وخلوا mysterious. هالي اللي هنا عاملين يسترك هلا على التيك توك انه mysterious vibe وكذا وهيك. ايه كونوا هيك، ما تخلوا انتوا تكونوا كتاب مفتوح قدام الكل عارف شو عم تساووا وانتوا ما عارفين شي عن حدا. يعني حتى لو بدكم تعرفوا شي عن حدا، يعني ليكوا شغلة، اذا بدكم انتوا ما حدا يعرف عنكم شي، انتوا ما تعرفوا بقى عن حدا شي، خلص كيفكم ماشي الحال، رواق تمام، ما ضروري كل هالتفاصيل الدقيقة يعني. يعني حنعيش معهم عشوائي يعني. So yes, that's it. I love you guys so much، وإن شاء الله تحبوا هالفيديو، وإن شاء الله بيعجبكم. Don't forget to subscribe. ما تنسوا تعملوا لي comment، تقولوا لي شو رأيكم. اذا عندكم انتم مثلا تقولوا لي تجربتكم، اذا صار معكم هيك شيء تقولوا لي شو رايكم بالموضوع، او شو صار معكم بالاحرى يعني. وقولوا لي كمان شو رايكم بالاسم الجديد تبع القناه. اذا عندكم recommendation اسامي تانية تخبروني اياها كمان please do so. and انطروني next week ان شاء الله بفيديو جديد. هلا بدي اعمل editing هيك، ما بعرف امتى حينزل هالفيديو، بس انه هالاسبوع حينزل. So yes, and thank you so much. I love you, Spies.